ضيعنا فوز كان هيكون ممتع بسبب هدف بن شرقي، بس احنا فرطنا في الفوز بسبب كولر، بسبب تشكيله كولر اللي هو بادئ بيها، بادئ لي بباكين الاتنين دفاعيين بحت، اكرم توفيق واحمد نبيل كوكا. وانت عارف ومتاكد والشعب المصري كله عارف ومتاكد ان نادي الزمالك هيلعب جيم دفاعي. انت هتهاجم امتى بقى؟ اذا كان انت منزل لي باكين دفاعيين، المفروض كنت تنزل محمد هاني وكريم الدبيس، كان هيشتغلوا مع محمد عبد الله وحسين الشحات اللي الاثنين كانوا زي الزفت. النهارده نزلت بن شرقي وغيرت التشكيله وجبت هدف. خلاص بقى دافع انت والعب على الهجمه المرتده، خلي الزمالك يجي لك لان هو عايز يتعادل، واهم حاجه عنده ان هو يخسرك نقطتين، مش فارق معاه ان هو يكسب وهو ياخد الدوري، لا، اهم حاجه عنده ان النادي الاهلي ما ياخدش الدوري. لو نادي بيراميدز خد الدوري عادي احنا مرتاحين، بس اهم حاجه النادي الاهلي ما ياخدش الدوري وناخد نقطتين من النادي الاهلي. واحنا شفنا في المباراه لعيبه بتقع وبتضيع في الوقت، ولاعيبه بتمثل وبتضيع في الوقت، ونادي الزمالك خد اللي هو عايزه، خد نقطه من المباراه، النقطه اللي بالنسبه له فوز، مع انك انت كنت متقدم في المباراه وكنت قادر تحافظ على هدف. بس ازاي انت تحافظ على هدف؟ لا يا معلم، انا نازل بتشكيله اصلا من البدايه زي الزفت، مع انك كنت قادر تلعب بمحمد هاني وكريم الدبيس وتضغط على نادي الزمالك وتهاجم، بس انت ما عملتش كده لان انت كنت خايف من نادي الزمالك زي ما هو كان خايف منك. اديك اتعادلت يا معلم وضيعت نقطتين منك، وسعت الفارق بينك وبين بيراميدز بثلاث نقط، اذا كان الفرق نقطه واحده وبيراميدز ما كانش حد قادر يوقفه، فما بالك بقى لما بقوا ثلاث نقط. ضيعنا فوز من ايدينا بسبب سرحان اللعيبه وسبب تخريف كولر اللي عمله في التشكيله. ربنا يسترها علينا بقى في الايام اللي جايه. سكواد مرعب زي كده مش عارف تكسب الزمالك في اسوأ حالاته، وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات مباراة القمة ما تتوقعهاش، لان بيبقى النادي الاهلي زي الفل ونادي الزمالك زي الزفت والدنيا بتتقلب زي ما حصل النهارده. نادي الزمالك ضيع منك نقطتين ووسع الفارق بينك وبين بيراميدز. بس كده، يلا سلام.